وكالعادة فيديو جديد بمعركة جديدة ببطلين جداد، وبطلين النهاردة مميزين جدا ومتشابهين في قدرات معينة، لذلك اخترتهم يكونوا في معركة النهاردة. واكيد معركة النهاردة أأكد لكم انها هتبقى ملحمية جدا ومليانة تشويق واكشن من اللي قلبك يحبه. وبطلين النهاردة هم ديدبول من عالم مارفل واكس مان، وكيميكو من عالم ذا بويز. جهز مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ المعركة. بداية ظهور ديدبول ظهر لأول مرة في الكوميكس سنة 1991 في العدد ال 98 من ذا نيو ماتنتس، اللي ابتكره الكاتب فابيان نسييزا والفنان روب ليفلد. واسم الشخصية الحقيقي ويد ويلسون، وكان جندي مرتزق قبل ما يتحول لديدبول نتيجة تجربة غير شرعية. أما كيميكو ظهرت لأول مرة في سلسلة ذا بويز سنة 2006، ابتكرها الكاتب غارث إنيس والفنان دارك روبرتسون. واسمها الحقيقي كيميكو مياشيرو، وهي واحدة من الشخصيات الرئيسية في ذا بويز، وبتعتبر واحدة من الأعضاء في الفريق اللي بيحارب الأبطال الخارقين الفاسدين. نشأت شخصية ديدبول عن طريق الجندي المرتزق اللي اسمه ويد ويلسون قبل ما يتعرض لتجربة سرية تحت برنامج ويبون اكس. التجربة دي حولته لديدبول وادته قدرة شفاء سريعة جدا، لكن كمان شوهت جسمه ووجهه بشكل كبير. أما بالنسبة لكيميكو اتولدت في اليابان، وكانت ضحية لتجارب كيميائية بسبب عمليات تهريب المخدرات اللي قامت بيها عصابة ياكوزا. التجارب دي حولتها لكائن خارق القوة بقدرات قتالية رهيبة، لكنها فقدت قدرتها على الكلام بسبب صدمة ما. القدرات الخارقة خلينا متفقين ان البطلين بيمتلكوا قدرة شفاء سريعة، وغير ان الاتنين عندهم امكانية تجديد اطراف جسمهم، بمعنى انها بتطلع لهم من تاني. But I appreciate the gesture. Am I crazy? Or is your hand really small? بس لكل واحد منهم عنده مهارات مميزة عن التاني. بالنسبة لديدبول فهو بيمتلك مهارات قتالية عالية، وعنده القدرة في استخدام أسلحة متنوعة، وغير كمان قوة تحمل كبيرة جدا وذكاء تكتيكي عالي، وأخيرا القدرة على كسر الجدار الرابع. Did I leave the stove on? فلو انت مش عارف ايه هو كسر الجدار الرابع، فهو الوعي بوجوده كشخصية في الكوميكس. You're welcome, Canada. لذلك هتلاقيه في بعض المشاهد بيكلم المشاهدين وبيخاطبهم بشكل كوميدي. اما بالنسبة لقدرات كيميكو فهي بتمتلك قوة جسدية خارقة وسرعة رد فعل عالية ومهارات قتالية غير عادية وقدرة على الصمود امام الضربات والهجمات. بالنسبة لشخصية ديدبول فهو شخصية متهورة وكوميدية بتتميز بالسخرية والتهكم. بيحب يكسر الجدار الرابع ويتكلم مع القراء، بس أخلاقه مش ثابتة، فهو ممكن يكون بطل وممكن يكون شرير حسب الموقف. فمش لازم انت كمتفرج انك تبقى متوافق مع ردود أفعاله وأخلاقه في كل الظروف. أما بالنسبة لكيميكو فهي شخصية صامتة وقوية، بتتميز بالهدوء والتركيز وأخلاقها العالية جدا، وبتحارب من أجل العدالة والانتقام من الأشرار، مع إنها ما بتتكلمش لكن أفعالها بتعبر عن مواقفها القوية. وغير كمان إن شخصيتها نالت إعجاب ناس كتير من مشاهدين المسلسل. الحقيقة تستاهل. طيب مين اللي هينتصر في المعركة بينهم؟ المعركة بين ديدبول وكيميكو هتكون صعبة جدا لتحديد الفايز، لكن الاتنين عندهم قدرات خاصة بتخليهم يتفوقوا في مواقف معينة. ديدبول بقدرته على الشفاء السريع وصعوبة قتله بيكون عنده ميزة كبيرة، لكن كيميكو بقوتها الخارقة ومهاراتها القتالية العالية بتقدر تلاقي طرق لإضعاف ديدبول وهزيمته. في النهاية الفايز هيعتمد على الظروف المحيطة والمعركة نفسها، لكن غالبا المعركة هتكون طويلة ومثيرة، لذلك أنا سبت النهاردة الحكم للجمهور. تقدر أنت بنفسك تحكم مين هو الفايز في معركة النهاردة، ديدبول ولا كيميكو. ديدبول وكيميكو شخصيتين مميزين بطريقتهم الخاصة، وكل واحد فيهم عنده قدرات تخليه يستحق الفوز، لذلك زي ما قلت المعركة بينهم هتبقى مشتعلة. المهم ما تنساش اللايك على الفيديو والاشتراك لو لسه جديد معانا، واخيرا نلتقي على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.